وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا تعبان. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا بنات جدا 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 من الفيديو الاخير. طبعا بقالي كام يوم كده ما نزلش معاكم فيديوهات، اعذروني، انتوا عارفين الدنيا والمشاغل والحياه، والواحد بيحصل عنده ظروف. يعني الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد. بس زي ما انتم ما شايفين كده، انا عارفه ان انا متاخره عليكم في المطبخ وكده، بس اعذروني بجد والله العظيم يا بنات. انا وشي منكم قد السمسم، رقبتي منكم قد السمسمه كده، اقسم بالله. بس يعني معلش اعذروني. زي ما انتم شايفين المطبخ، انتوا عارفين طبعا ان انا قايله لكم ان انا مش هعمل تنظيفات عميقه جدا للمطبخ. المطبخ مش مستاهل ومش محتاج بصراحه، وهقول لكم ليه وانا بعمل ايه وكل التفاصيل دي كلها، علشان تسهل عليكي امور حياتك كده، والمطبخ بتاعك يفضل على طول نظيف. يعني على الاقل مثلا الحاجات دواخل الحاجات دي كلها تبقى معاكي نظيفه، مش تحتاجي فيها جهد كبير وكده. فهقول لك على التفاصيل دي كلها. طبعا رمضان كريم عليكم خلاص، يعني ما عادش غير يوم واحد بس. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. بجد قد ايه الواحد فرحان ان رمضان داخل علينا. ربنا يا رب يدخله علينا بالهنا وبالسعد وبالرزق وبالسعاده وكل حاجه يا رب، وما يجيب لكم اي حاجه وحشه ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم ما شايفين طبعا، انا بوريكم المطبخ هو عامل ازاي. يعني حاجات بسيطه جدا، متبهدله فيه، مش متبهدل قوي بصراحه، عشان يعني ما اكذبش عليكم، هو مش متبهدل قوي، وهقول لكم انا بعمل ايه وعشان ايه وكده. هو مش متبهدل معايا قوي، يمكن الادراج بس هي يمكن اكتر حاجه اللي متبهدله معايا. حتى الحيطه اللي ورا البوتاجاز لا ما شاء الله معايا نظيفه برضو، يعني فيها حاجات بسيطه جدا. هقول لكم انا بعمل ايه. بصوا يا بنات، انتوا شايفين البخاخه اللي قدامكم ده، او العلبه بتاعه الرش اللي انا بجيبها دي، مش عارفه اسمها ايه، انت بتشتروها برضو لو هي مش متوفره عندك، بتشتريها من اي حد بتاع بلاستيكات عادي، وبتجيبيها بتخليها عندك، تعملي لها بقى الخلطه اللي انا هقول لكم عليها، الخلطه الجباره دي. بجد اقسم بالله حلوه جدا جدا، وبتنضف معايا وبتعقم، وحلوه جدا جدا جدا، وما بتسيبش اي دهون، ما بتسيبش اي حاجه، بصراحه ممتازه. اول حاجه كده بجيب كلور بتاعي الابيض، 3 غطيان من الكلور الابيض اللي هو الخام. وبتجيبي معاكي اللي هو البريل بتاع المواعين، بتحطي كام يعني مثلا معلقه صغيره كده، وبتحطيهم على بعض كده، وبعد كده بتكمليها بقيتها ميه. الخلطه دي يا بنات اقسم بالله، يعني بصوا مفيش فيها حاجه، انت بتحطي كلور على بريل بس، لكن بتخلي معاكي الدنيا زي الفل. ويا سلام بقى يا بنات لو عليها شويه لهلوبه من اللي هي بتتجاب من ماي واي. اللهلوبه، عارفين اللهلوبه اللي هو زي الكريم ده؟ هي اكيد في منكم كتير عارفها اكيد يعني. فاللهلوبه دي برضو فظيعه وحلوه جدا جدا، هتحطي منها شويه كده، يعني حلوة جدًا، 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 وهتدوبيها في قلب العلبة معاكِ برضه، تخضيها كام خضة كده، يعني تخضي العلبة بتاعتِك كام خضة كده، علشان طبعًا إيه، هتخلّي معاكِ الدنيا زي الفل. واللهلوبة كمان بتلمّع الحاجة، بتخلّيها حلوة جدًا، 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 جدًا. فمش عندي بصراحة، فأنا استكفيت في إن أنا أعمل، بس مش عندي بقى لها كتير، يعني أنا مش بس المرّة دي، بقى لها كتير أوي مش عندي، بقى لها حوالي سَنة أو سَنة ونُص مثلًا مش عندي، فما جبتهاش بصراحة. مستكفية بصراحة في إن أنا أعمل حاجة بسيطة كده وخفيفة، حتى أنتم تقدروا تعملوها في البيت بكل بساطة. اللي هو يا بنات زي ما أنتم ما شايفين، حطيت 3 غطيان من الكلور، عليهم معلقة من البريل اللي هو مسحوق المواعين، وبتخضيهم كده بتكمليهم ميه، بتخضيها كده، تبتدي انت تشتغلي بيها. الخلطه دي زي ما قلت لكم جباره في ان هي تقضي لك على اي حاجه. اولا لو في اي روايح هتمنع الروايح طبعا، لو في اي حاجه طبعا انتوا عارفين ان الكلور معطر. زي ما انتم ما شايفين الظرف اساسا بتاعه تنظيفه، بس مطرح ما بحط حاجه بشيل حاجه الكلام ده كله. ف طبعا بنضف الطرفه معايا زي ما انتم ما شايفين، حاطه فيها الخلاط، حاطه فيها طبعا من فوق، انا حاطه الاطقم بتاعتي بنات اللي هو الخزين، حاجات الخزين. فمنضفاها اساسا، يعني لسه منضفاها اساسا قريب، يمكن ما بقالهاش مثلا حاجه بسيطه 3 4 ايام، فهي معايا نظيفه اساسا. فانا ما عملتهاش، انا عملت بس الضرفه دي من تحت، لان طبعا احنا بنستخدم الخلاط على طول، بنستخدم الكبه على طول، بنستخدم، انتوا عارفين الحاجات دي بتستخدم على طول يعني. فأنا طبعًا إيه، زي ما أنتم ما شايفين كده، رشّيت عليها كام رشّة كده، ونضّفتها برضه معايا، بحيث إن يكون الدنيا كلّها تبقى معايا نضيفة. وبعد كده شُفت طقم الكوبايات اللي أنا طلّعته ده، كانت أختي جايباه لي بصراحة، فطلّعته علشان رمضان، كان جايبه لي يعني عشان رمضان، فأنا طلّعته بقى من النيش كده، وحطيته في دولاب المطبخ عشان إن شاء الله بإذن الله نشرب فيه العصير إن شاء الله. وزي ما أنتم ما شايفين عملت برضه الرش بتاعي كده على دولاب المطبخ من برّه، طبعًا على أنا عند الدولاب بتاعي بس 4 ضُرف كده زي ما أنتم ما شايفين، فأنا برضه رشّيت عليه وخلّيته زي الفل، زي الفل حرفيًا، أقسم بالله بقى زي الفل، وما عليهوش ولا نقطة دهون واحدة. يعني بُصّوا الخلطة دي جبارة، كمان بتدوّب الدهون حلوة جدًا، 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 وما بتطلّع لِك أي دهون، وبفوطة كده يا دوبك بترشّي. بُصّوا يا بنات، هاقول لِك على حاجة، لو أنتِ أسبوعيًا عملتِ كده مرّة واحدة في الأسبوع، خصّصي يوم واحد بس في الأسبوع اعملي فيه كده،
هو بس أنتم عارفين ربع ساعة، والله العظيم مش هييجي حتى ربع ساعة، 10 دقايق. لو عملتِ كده كل أسبوع مرة واحدة 10 دقايق، جبتِ البخاخ ده وحطيتيه كده قدامِك، حطيه قدامِك على الحوض، ما تشيليهوش من قدامِك، علشان حتى ما تنسيش. وترشي كده على كل حاجة حواليكِ، عارفين يعني لو مسكتِ ضرفة، ضرفة كده يوميًا، ضرفة مش هاقول لِك مثلًا اعملي كل حاجة مرة واحدة، اعملي ضرفة، ضرفة، رف، رف، أسبوعيًا كده مرة واحدة بس، يعني مرة واحدة بس في يومِك اعملي حاجة واحدة بس. على يومين، على 3 أيام براحتك خالص. عايزة تعملي مرّة واحدة بس في الأسبوع حاجة واحدة، هتفضل معاكِ الأسبوع اللي بعده نضيفة أو الأسبوعين كمان نضاف. فمش هتحتاجي إن أنتِ تتعبي نفسِك أو تجهدي نفسِك في حاجات، وتتعبي نفسِك في المطبخ أو تعملي تنضيفات عميقة لو أنتِ عملتِ الحركة دي. فنصيحة مني يا بنات، نصيحة مني، اعتمدوا الخلطة دي في كل حاجة في المطبخ. يعني أي حاجة في المطبخ كده حواليكِ لقيتيها متبهدلة، شوية دهون اجوا ورا البوتاجاز بعد ما قليتِ أي قلية، رشي عليها الرش ده امسحيها كده بفوطة هتطلع معاكِ على طول. ما طلعتش معاكِ بالإسبونشة بتاعة المواعين، ابدئي إن أنتِ اغسلي الحيطة بتاعتِك كده على السريع ورا البوتاجاز على طول، ما تسيبيش أي حاجة، هتلاقي معاكِ زي الدنيا زي الفل. الشفاط بتاعِك برضه، يعني أنتم شايفين أصل أنا الشفاط لسه نضيف، فاهمين؟ يعني أنا لسه عاملاه مثلًا ما بقالوش 3، 4 أيام، فهو نضيف already معايا. فأنا على طول لو إيدِك في الشفاط بتاعِك، أنا الشفاط بتاعي يا بنات داب أقسم بالله من كتر الغسيل. يعني شفاطي البلاستيك بتاعه ده داب من كتر الغسيل. طبعًا هو معايا من ساعة ما اتجوزت، بقى له 13 سنة أهو. فهو يعتبر داب من كتر الغسيل، من كتر ما أنا بييجي عليه دهون فأنا باخده أغسله، بييجي عليه دهون فأنا باخده أغسله، تمام. فزي ما أنتم ما شايفين أي حاجة كده فيها نزل عليها أي حاجة، جه عليها أي دهون، أي حاجة، لو أنتِ عملتِ بالرش ده فهتبقى معاكِ الدنيا زي الفل. طبعًا أنتم شايفين معايا الأدراج بصراحة هي اللي كنت كل مرة أقول أأجلها، أأجلها، أأجلها لحد ما جه الوقت اللي أنا أعمل فيه الأدراج. أنتم عارفين الأدراج أساسًا ما بتستحملش، يعني الأدراج لو أنتِ بس سبتيها أسبوع هتلاقيها بهذا الحال، ليه أنا ما أعرفش. طبعًا بيقع منِّك بهارات، بيقع منِّك توابل، الأولاد بيجيبوا حاجة فبيوقّعوا حاجة، الكلام ده كلّه. فطبعًا بتلاقي الأدراج بتاعتِك على طول كده، يعني دايمًا، دايمًا نلاقي الأدراج بتاعتنا في المطبخ هي بهذا الحال. فأنا سِبتها معايا شوية بصراحة، قُلت خلاص على دخلة رمضان كده أبقى أعمل الأدراج علشان تفضل معايا طول الشهر إن شاء الله بإذن الله نضيفة. مش هاقول لكم طول الشهر بتفضل نضيفة بصراحة عشان ما أضحكش عليكم، ممكن أسبوع والتاني كده نلاقي حاجات وقعت ومش عارفة إيه. فإن شاء الله بإذن الله برضه مش هنكسّل عليها ونبقى نعملها مع بعض عشان أورّيكم كل حاجة. يعني عشان ندخل علينا العيد برضه ما نتعبش نفسنا في المطبخ ونجهد نفسنا ونتعب نفسنا ونجيب مُذيبات والكلام ده كله، مش عايزين نتعب نفسنا خالص. إحنا عايزين نعمل حاجة يا بنات يعني وإحنا مرتاحين كده. مع إن ما فيش حاجة الواحد بيرتاح فيها بصراحة، بس يعني نسهّل على نفسنا الأمور برضه، لو في حاجة هتريحنا وتخلّينا يعني نرتاح أكتر نعملها، مش مشكلة. يعني شوية شوية يا بنات نيجي على نفسنا شوية، لو هنقعد مثلًا ربع ساعة زيادة في المطبخ مش مشكلة. إحنا عارفين إن أنا عارفة إن إحنا لمّا بنخلّص المواعين ونخلّص البوتاجاز بنجري عايزين نخرج من المطبخ بأي طريقة. بس معلش لو اتأخرنا كمان ربع ساعة في المطبخ معلش مش هيضر في حاجة. يعني يعني عارفين لو أخدتِ من يومِك كده ربع ساعة في المطبخ إن شاء الله مش هيضرِّك في حاجة إن شاء الله. زي ما أنتم ما شايفين عملت الأدراج بتاعتي من فوق ومن تحت، وكل الأدراج خلّصتها بصراحة، وكمان الضرفة اللي هي الجرار دي. بُصّوا أنتم هتشوفوا الأدراج بتاعتي لونها pink، وهتشوفوا الدولاب بتاعي من فوق لونه أبيض. على فكرة ده sticker عربيات يا بنات. ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك، بقى له حوالي أكتر من 6 سنين معايا، ما حصلوش أي حاجة حرفيًا أقسم بالله. تحفة، تحفة، حلو جدًا، جدًا. لو أنتِ عايزة تغيّري الدولاب بتاع المطبخ بتاعِك اللون بتاعه، هاتي الsticker بتاع العربيات على طول وِش كده، مش هيحصل له أي حاجة. بدل ما تقعدي تكلّفي بقى وتدهني ودهانات والكلام ده كلّه، الموضوع ده سهل جدًا. والsticker استحالة إن هو يتفك، استحالة يا بنات. حلو جدًا، 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 جدًا فوق ما تتخيّلوا. الأدراج بقى أنا ما عملتهاش ليه يا بنات، وهي ده أساسًا لون الأدراج بتاعي الأساسي، اللي هو اللون الpink ده أساسًا هو دولاب المطبخ وكل حاجة بتاعتي لونها pink ديك كده زي ما أنتم ما شايفين. أنا بقى ما عملتهاش ليه يا بنات، هاقول لكم. الsticker كان خلص، وأنا رُحت يا بنات عشان أجيب من الحد اللي أنا جايبة من عنده الsticker ده، استحالة ما عادش موجود. لفيت الدنيا لحد يومنا هذا من 6 سنين الsticker الأبيض ما عادش تقريبًا بيبقى متوفر، ده هنا في دمياط. لو أنتم تعرفوا حد في دمياط بيبيع الsticker لونه أبيض يا ريت تعرفوني، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، علشان بصراحة أنا محتاجة إن أنا أعمل الأدراج. بصراحة كنت عاملة يا بنات درجين و وما حبيتش بصراحة الشكل بصراحة إن هو يبقى 2 بينك، مش عارفة، قُمت فاكاهم. يعني حسيت إن الموضوع مش حلو بصراحة، فقُمت فاكاهم. المهم يعني برضه الجرار بتاعي برضه يا بنات في بيتجرّح منه كده حاجات مطرح الأُكرة بتاعة الجرار يا بنات، عارفين اللي إحنا بنمسكها دي من إيد اللي إحنا بنفتح بيها. فطبعًا بيطلع منها حديدة من ورا كده، فجرّحت لي الsticker برضه عايزة أغيّرها وأجيب أحط مكانها sticker تاني الأبيض. مع إن يعني المطبخ الأبيض خرافي يا بنات، حلو جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلوا، فحلو أوي.
طبعًا أنتم شُفتوا حاجات وحاجات حصلت كتير في المطبخ، وما لحقتش أتكلّم معاكم فيها وأقول لكم عليها، بس زي ما أنتم ما شُفتوا طبعًا الأدراج بتاعتي بعد ما خلّصتها ونضّفتها ولمّعتها من برّه ومن جوّه، بدأت إن أنا أرُص الحاجة. قبل ما ترُصّي الحاجة بتاعتِك لازم تكون نضيفة قبل ما ترُصّيها. يعني أنتم شُفتوا طقم البهارات اللي عندي كلّها، الحاجات اللي عندي باحُط فيها البهارات، دي لازم يعني برضه أرُش كده على الفوطة بتاعتي وأبتدي إن أنا ألمّع الحاجة بين إيديّا، علشان برضه لو حاجة لازقة فيها من تحت مطرح ما طلّعت من الدرج والكلام ده كلّه، يبقى معايا برضه الحاجة أنا مدخّلاها على نضافة. طبعًا السكاكين والحاجات دي كلّها مغسولة معايا، فنضيفة معايا أساسًا، فأنا هاحطها تاني في الدرج. طبعًا الدرجين الأخرانيين دول بصراحة بتوع الكراكيب، اللي هو مثلًا لو عندِك طقم ما بتستخدموش إلا كل فين وفين، لو عندِك مثلًا شوية أطقم مثلًا عندِك حاجات بلاستيك أنتِ ما بتستخدمهاش إلا كل فين وفين، فأنا بصراحة باحط فيهم في الدرجين الأخرى دول عشان مش باعرف أفتحهم كتير بصراحة، البوتاجاز بيضايقني، مش باعرف أفتحهم كتير، فباسيب فيهم الكراكيب تمام، لازم يبقى عندنا كده كام درج في المطبخ يكون في كراكيب كده بتتحط على جنب بقى. المهم خلاص خلّصت المطبخ وشُفت طبعًا خلّصت يعني الأدراج، وبعد كده شُفت الغسالة بتاعتي. أنا كنت من الأول خالص مطلّعة الدرج بتاعي غاسلاه، وعاملة دورة كده للغسالة اللي هي بتقعد ساعة وساعة ونُص كده يا بنات، بتحطّي فيها خَل، ربع إزازة خَل، ربع إزازة مش ربع كوباية، ربع إزازة خَل، وبتحطّيه بتحطّي بت بتشغّلي الغسالة بتاعتِك على أعلى درجة حرارة، وبتسيبيها تغسل مع نفسها كده وتطلّع لِك كل حاجة مش نضيفة في الغسالة حرفيًا. طبعًا ما بتحطّيش فيها هدوم ولا أي حاجة، أنتِ بتحطّي لها بس دورة كده من غير أي حاجة. وطبعًا الدرج بتاعي أنا غسلته، والفلتر بتاعي من تحت برضه طلّعته ونضّفته، طلّع منّه بلاوي حرفيًا حاجات سودا كده، وطبعًا بيبقى ريحته مش حلوة خالص ومش لطيفة خالص. فبتجيبي الفلتر بتاعِك وبعد كده بتحطّيه في مَيّة وكلور تمام، عشان ينضف معايا يبقى متعقم، وهيخلّي لِك بعد كده كل حاجة تطلع من الغسالة ريحتها حلوة، حتى لو الهدوم عندِك بتكمكم أو الحاجات دي كلّها اعملي الخطوة اللي باقول لِك عليها دي. وما تنسوش يا بنات الجلد اللي هو حوالين الغسالة بتاعتنا ده، اللي هو حوالين الحلة، لازم يتنضّف معانا كويس. أنا برضه لو أنتم رجعتوا للفيديوهات القديمة بتاعتي في تنضيفة المطبخ العميقة، هتلاقوني عاملة لكم الفيديو يعني منضّفة التنضيفة العميقة للغسالة، فيا ريت ترجعوا للفيديو لو أنتم حابين إن أنتم تتفرّجوا على التنضيفة العميقة بتاعة الغسالة، هتشوفوا الموضوع ده كلّه في تنضيفة المطبخ. كان تنضيف للمطبخ عميقة يعني، كنت عاملاها من حوالي شهر ونُص كده أو شهرين، تمام يا بنات. فلو أنتم حابين تشوفوا التفاصيل أكتر، ارجعوا للفيديو ده وأنتم وتشوفوا كل حاجة بالتفاصيل. وخلّصت الغسالة بتاعتي، وبعد كده رُحت على البوتاجاز زي ما أنتم ما شُفتوا كده. البوتاجاز معايا نضيف ما فيش فيه أي حاجة أهو زي ما أنتم ما شايفين، ليه؟ علشان إيدي فيه على طول. طبعًا الرش اللي أنا وريته لكم ده أو العلبة اللي معايا دي، أنا على طول ماشية بيها، عارفين اللي هو ورا البوتاجاز جنب الشفاط، في البوتاجاز نفسه، طبعًا الإزاز بتاع البوتاجاز، عشان الإزاز بتاع البوتاجاز، الباب بتاع البوتاجاز مُتعب جدًا، جدًا، جدًا في إني أفكه وأنضفه والكلام ده كله، فهو مُتعب جدًا. طبعًا أنتم لو رجعتوا يعني لو أنتم حابين تنضيفة عميقة للبوتاجاز بتاعكم متبهدل، ارجعوا للفيديوهات بتاعتي، اكتبوا كده تنضيفة عميقة للبوتاجاز يوميات بيرو، هيطلع لِك كل حاجة حرفيًا. أقسم بالله أنا ما باسيبش حتة في البوتاجاز غير لمّا بافكّها، ما فيش حتة حرفيًا في البوتاجاز غير لمّا بتتفك، كل حاجة بافكّها، ما فيش حتة في البوتاجاز ما باسيبها غير لمّا باكون باغسلها. فدي التنضيفة العميقة اللي إحنا ممكن نعملها كل شهرين أو كل شهرين ونُص كده في البوتاجاز، مش مشكلة لو إحنا عاملين عارفين اللي هي اسمها عمرة كده للبوتاجاز، فدي مش مشكلة خالص إن إحنا نعملها كل شهرين 3 كده يا بنات، علشان برضه لو الدهون طبعًا أنتم عارفين من جوّه والكلام ده كلّه في البوتاجاز، فما فيش حاجة بصراحة بتغلبها بصراحة، يعني مهما ترُشّي ومهما تعملي الموضوع ده مش هيحصل غير لمّا تعملي عمرة كده للبوتاجاز أو تنضيفة عميقة جدًا للبوتاجاز، تمام. خلاص خلّصت البوتاجاز، جيت بقى لبنات للورق الحجري التحفة ده برضه اللي معايا برضه بقى له 6 سنين من ساعة ما عملت الsticker بتاع المطبخ. فمعايا حلو جدًا، 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 بانضّفه بإسبونشة، طبعًا ممنوع السلك خالص، بإسبونشة يعني بفوطة، هيطلع معاكِ على طول أي حاجة ملزوقة فيه، لإن هو حلو جدًا، جدًا، جدًا في التنضيف. طبعًا أنا عندي كام واحدة كده يا بنات، كام ورقة بصراحة من الsticker الحجري ده، ف مش كام واحدة كده يعني ممكن مش فاكرة والله يا بنات، أنا عينيها تحت السرير بصراحة ومش فاكرة كانوا قد إيه بصراحة. ف عندي كده من الsticker الحجري ده بصراحة بافكّر أحُط ورا الحوض، مش عارفة، ممكن أعمله ممكن ما أعملوش، عرّفوني لو حد جرّبه ورا الحوض مثلًا بيعمل حشرات أو حاجة من المَيّة، فعرّفوني يعني please، please يعني عرّفوني ضروري هو بيعمل والّا لأ، لإني أنا مترددة أعملها والّا ما أعملهاش، مش عارفة بصراحة. فحلو جدًا، جدًا، جدًا. وبعد كده زي ما أنتم ما شُفتوا عملت الأرض بتاعتي غسلتها، حطيت عليها شوية مسحوق كده من بتاع الهدوم يا بنات اللي هو أوكسي بريحة نسيم الشرق، حلو جدًا، جدًا، جدًا وريحته جبارة. حطيتها على الأرض بقى وجبت معايا شوية كلور كده، وبدأت إن أنا أغسل بالفرشة بتاعتي، خلّيت الأرض معايا زي الفل. خلاص بقى وجبت الخرطوم بتاعي، بصراحة في خرطوم صغير كده أنا باحطه معايا كده في المطبخ على طول باعلّقه بصراحة في الحمام يعني،
ما باستغناش عنه. أنتم عارفين الحنفيات اللي بتبقى على الأرض دي، اللي هي من تحت دي يا بنات، الحنفية القصيّرة دي اللي من تحت دي، هي بتبقى بصراحة بتبقى المَيّة بتاعتها شديدة، فأنا بصراحة يعني باقول إيه، يعني أشتغل بالمَيّة الشديدة بدل ما أقعد أجيب الخرطوم، وكمان المَيّة الشديدة بتنضّف معايا الحاجة، يعني لو في مسحوق على الحيطة أو حاجة من الحاجات دي بتطلع معايا بكل سهولة، غير لمّا بيكِب بمَيّة بجردل أو حاجة، فاهمين الفكرة في إيه؟ فباحب جدًا الخرطوم ده. نضّفت معايا المطبخ زي ما أنتم ما شُفتوا ومسحته وخلاص، خلّصت كده المطبخ، دخلت على الحمّام زي ما أنتم ما شُفتوا كده. الحمّام ده يا بنات يعني من ساعة ما اتجوزت وهو على هذا الحال، فطبعًا غسلت معايا كل حاجة والأرض والحيطان والتويلت أعزكم الله، وكل حاجة خليتها معايا زي الفل زي ما أنتم ما شايفين، ما عادش في أي حاجة خالص، والسيفون و والحوض وكل حاجة. الحوض بتاعي صغنون بس حلو يعني الحمد لله. أنتم عارفين طبعًا أصل الحمام بتاعي صغير، فمش هينفع إن أنا أجيب حوض كبير بصراحة، ف زي ما أنتم ما شايفين الحمام بتاعي صغنون خالص بس نضيف، يعني أهم حاجة مش مهم الحاجة تكون كبيرة أو الحاجات عندِك تكون كبيرة، أهم حاجة الحاجة تكون عندِك نضيفة. فأنتم زي ما أنتم شايفين الحمام طبعًا أنا إيدي فيه على طول، على طول، على طول، على طول، فهتلاقوا معايا التويلت ما شاء الله نضيف، الحوض نضيف، ال يعني الخلاطات بتاعتي من ساعة ما اتجوزت نضيفة، الحوض بتاعي من ساعة ما يعني من ساعة ما اتجوزت أساسًا هتلاقوا كل حاجة حوالين الحوض بيضا عشان أنا باغسل الحوض على طول، فما شاء الله شايفين الحوض عامل إزاي. الحنفيات، المراية بتاعتي برضه زي ما هي، ما فيش بصراحة غير اللي أنا جبته اللي هو الطقم بتاع الفراش اللي أنا حاطة فيه الفراش ده، لكن كل حاجة معايا الحمد لله من ساعة ما اتجوزت، فكل حاجة زي ما أنتم شايفين كده نضيفة. هاوريكم دلوقتي أساسًا الحمام بعد ما خلص والمطبخ، وبعد ما فرشت بقى فرش رمضان والحاجات دي كلها هاوريها لكم، هتشوفوها دلوقتي معايا، فيالّا بينا كده أوريكم كل حاجة بالتفصيل. ده بداية المطبخ معايا أهو يا بنات، هنا الجنب ده على إيدي الشمال الحيطة، وهنا في وشي الحمام، وده المطبخ هاوريه لكم سريعًا كده شكله بقى عامل إزاي، بس هاقول لكم كل حاجة بالتفصيل وأنا عاملة إيه وكده، هاوريكم بس كده الدنيا سريعًا. بصوا نبتدي بس من على إيدنا اليمين كده. ده الستيكر انا حاطاه بتاع رمضان، حبيت ان انا يعني اخلي حاجات كده لونها ازرق فاصفر، الحاجات الحلوه دي المبهجه بتاعت رمضان اخليها في المطبخ، لان طبعا طول الوقت احنا قاعدين في المطبخ تمام. فزي ما انتم مش شايفين حطيت الستيكر. بصوا هوريكم يا بنات الستيكر انا بلزقه ازاي. بصوا انا مش بفتح الا حته بس صغيره من الورق من ورا، يعني بشيل الورق بس كده حته صغيره زي ما انتم مش شايفين كده، وبلزقها من الاربع اجناب تمام، مش بلزقه كله. شايفين هنا مفتوح معايا ازاي، علشان لما اجي اشيله بكل سهوله ما يتعبنيش، لان طبعا لو انتوا اخدتوا بالكم من الشباك بتاع المطبخ ده يا بنات، الالمونتاج ده انا كنت لزقت عليه ستيكر وجيت اطلعه بهدلني ومرضاش يطلع ابدا، فخلالي الشكل المنظر مش لطيف خالص زي ما انتم شايفين كده. فان شاء الله برضه هجيب عليه ستيكر واحط عليه مش عارفه، فعشان هو تعبني فما عندش عملت يعني. والشفاط بتاعي طبعا قلت لكم الشفاط داب من كتر الغسيل، فهو فعلا داب من كتر الغسيل. وهنا نيجي على البوتاجاز بتاعنا نضيف زي الفل زي ما انتم شايفين، والبراد. وهنا القدره بتاعت الفول، تعالوا اوريكم الفول حطاه بيتنقع، فهوريكم برضو طريقتي في عمل الفول وكده. الشفاط معايا ده الجزء ده زي ما انتم شايفين كده بالبوتاجاز، كل حاجه نظيفه ان شاء الله اللهم بارك، كل حاجه نظيفه زي ما انتم شايفين. نيجي بقى على الجزء ده نحط هنا بصراحه المجات بتاعتي، لسه واحد دلوقتي هو انا بشغل الانوار دي بشغل الانوار، لسه واحد دلوقتي هو واقع مكسور، مش عارفه هلزقه بقى ولا هعمل فيه ايه مش عارفه لسه. وهنا الحاجات بتاعه الكهرباء بتاعتي برضو مسحاها وملمعاها، مش مخليه فيها اي زيوت على قد ما قدرت كده يا بنات. وصفيت المعالق، ازازه جنبي برضو لما احب اشرب وكده. وطقم التوزيع انا حاطاه بالطريقه دي بصراحه، هو عندي الحامل بس مش بحطه. وهنا حاطه الطبق طبعا اللي انا بحط فيه المسحوق بتاعي، وهنا برضو حاطه دي، وفيها فرشه الاسنان ما بستغناش عنها خالص. ودي بتاعت يا بنات المناديل، ساعات بحط فيها حاجات كده ولاعه حاجه لما بيكونش عندي مناديل بصراحه، فما عنديش دلوقتي مناديل بصراحه فما حطيتش فيها حاجه. نيجي على الضرفه اللي من فوق دي، بصوا فيها زي ما وريتكم يعني، فيها مكنه الزبادي، الخلاط، الحاجات اللي بستخدمها استخدام يومي ما بستغناش عنها. وهنا اللي هي الحاجات بتاعه الخزين وكده. وطبعا مكنه الزبادي ان شاء الله باذن الله معاكم الزبادي اوريكم كل حاجه. معلش بقى لو سامعين اي صوت دوشه ده عشان في ورشه عندي تحت وكده. والضرفه التانية برضو فيها الاطباق والحاجات دي، انا وريتها لكم برضو فيها الاطباق وفيها الحاجات دي، ف مش مشكله بقى. وزي ما انتم شايفين طبعا الستيكر انا منضفاه ازاي. بصوا يا بنات، بصوا مفيش اي حاجه عليه ازاي، بصوا هو بيلمع ازاي ما شاء الله اللهم بارك. وزي ما قلت لكم بالخلطه اللي انا عاملاها تمام. وفرغت بوجي، فرغت بكار وبوجي وطمطم والحاجات دي من الستيكر اللي هو ده، فرغتهم. لو هتلاحظوا هتلاقوا نفس الاشكال هي دي اللي على الدولاب.
فانا فرغتها وعملتها بالشكل ده. الحله دي انا بحطها فوق كده لان مش بستخدمها على طول، دي حله تيفال كبيره. وفرغتها زي ما انتم شايفين كده، بقى شكل المطبخ حلو يعني رمضاني. نيجي بقى على الجزء ده، طبعا حاطه الصفايه هنا بتاعه المواعين. ساعات بحطها هنا بصراحه وساعات بحطها هنا اصفي عليها في اي مكان عادي يعني. المهم هنا جينا بقى على الجنب ده، انا حاطه هنا يوميات بيرو رمضان كريم كده، ومخبيه وراها الاسلاك بتاعه الكهرباء. حطيت الصينيه دي عشان لونها ازرق، حطيت برضو الطقم ده انا حاطاه من زمان هنا، بس حاسه ان هو ماتشنج كده حلو مع بعضه. وحطيت برضو بتاع اللي هي بتاعه اللون الاصفر ده برضو، لان في حاجات فيها اصفر كتير. وده طقم طبعا الخشب اللي هو التوزيع. ودول يا بنات ازازتين حاجه ساقعه عادي، انا حطيت عليهم برضو الاستيكر. حطيت فيهم زيت وخل، ووراهم علبه كده تدي نفس الشكل. وبرضو الخشب ده يا بنات اسمه اف ام، بيتباع عادي في اي مكان، كونتر تقريبا او حاجه كده. لو رحت عند اي حد من بيبيعوا اخشاب هتجيبي الحتتين دول، يعني حاجه بسيطه جدا، هم مش غاليين خالص. نيجي بقى على الجزء القمر ده اللي انا حبيته جدا جدا جدا، وهي العليقه دي او المرجحه دي او زي ما انتوا تسموها يعني. بس انا حبيت يعني، انا اللي عاملاها طبعا، ولو حابين ان انا اعملها لكم في فيديو لوحدها اعملها لكم كلها يعني. دي العصايه بتاعت المقشه عادي، ودي برضو خشبه. لو حابين ان انا اوريها لكم، هي تفاصيلها سهله ممكن تعملوها بسهوله على فكره. وحطيت دي من تحت كده، انا عارفه ان دي ترند قوي وطالعه جديده وكده، فانا حبيت ان انا اعملها في البيت برضو. وزي ما قلت لكم اي حاجه انا بعملها في البيت عادي تمام. فحطيت فيها الفوطات كده زي ما انتم شايفين بشكل لطيف كده، وده شاي قهوه سكر. وحطيت عليهم برضو الاستيكر بتاع رمضان اللي هو معايا عادي. وحطيت الانوار كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تيجي نطفي النور نشوف الدنيا عامله ازاي لما يكون النور مطفي. هو ده الشكل لما يكون النور مطفي، شكل هادي بسيط لطيف. بأقل الامكانيات انا عملت كل حاجه، وفرحت نفسي وفرحت المطبخ بتاعي، علشان طبعا انتوا عارفين اكتر وقت انا اقف في المطبخ وكده، فالدنيا تبقى رايقه معايا برده وشكلها في الاخر لطيف. طبعا الغساله غسلتها زي ما قلت لكم انا غسلتها ازاي، وكل حاجه معايا زي الفل تمام. ده طبعا العلبه بتاعت المسحوق. نيجي بقى على الحمام. طبعا الورق اهو يا بنات شايفين زي الفل ازاي، مفيش عليه اي حاجه خالص ولا دهون ولا اي حاجه. وبرده الباب بتاع الحمام برده نضيف معايا، مفيش عليه اي حاجه خالص. نيجي نفتح بقى الحمام، بصوا ده الحوض. معلش مش عارفه اجيب المرايه عشان هظهر فيها. فالحوض معايا نضيف اهو زي ما انتم شايفين. برضو بتاع معايا الخلاطات نظيفه، دي الحاجات اللي انا بستخدمها. الحمام اهو، الارض نظيفه معانا، الدنيا معايا نظيفه، التواليت برضو نظيف، كل حاجه نظيفه، كل حاجه تمام، مفيش اي حاجه خالص في الحمام. الحمام بسيط جدا 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 بس نظيف، يعني اهم حاجه نظافه. الحمام معايا نظيف زي الفل زي ما انتم شايفين كده. بس هو ده كان الفيديو. يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت افيدكم باي معلومه لو حتى بسيطه. طبعا لو انتوا شفتوا الفيديو لحد هنا ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل فيديو جديد هنزله. وما تنسونيش من الكومنت الحلو بتاعكم واللايك الحلو بتاعكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو بتاع الاخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.